بنزل لك الان حراج الموتورات، تشوف لي ارخص موتور موجود في السوق. يعني يكون موتور قدوش تبيعه وتخارج منه؟ لا بس في نفس الوقت تحس ان هذا الشخص محتاج. ايوه اخي، شان موتوره رخيص. شان موتور عرضه. لا يا حاج. ايوه بكم؟ 80. 80 ايش غالي؟ انت متضل منك يا اخي، قول بريال. ما عجبناش 80 ما عجبناش. قرب شوف، نحن نقول لك متضل منك. بكم بقى تبيع يا حاج؟ 80. 80 غالي. طيب كم خارجك؟ كم جابوا لكم انت كم؟ يا اخي كم خارجك؟ قول بريال وعنا تاخذ 70. فيها 70. لا راح اكسب 70 لنا. طيب كم خارجك؟ كم جابوا لك انت؟ خارجك 50 اسال شامل لك. ابو لنا 45. انا ما رضيت ابيع. ايوه كم شبينا؟ 50 ما قطعها، ما انا 50 من النهايه. ما شيغلاش يا حق بال50. حصل موتور ب 50. انت دعك 50 ب 50 60. طفي يا اخي بقول لك ما ايش دلال انا. خلاص روح الله يفتح عليك. خلاص يا اخي اهداء. الله النبي. انت اللي هداء. خلنا نتكلم مع الرجال. انا طلب الله هنا. حول الشاشه اللي غيرها، الشاشه اللي غيرها. الله النبي. اللهم صل وسلم على الواحد الرجل زي خلاص يا حي صلى على النبي. اللهم صل وسلم. ليش شغلتها انت بس؟ صلى على النبي يا حي. امانه ب50 ما تنقص ريال. 50 امانه. شرينا بال50 يا اخي. يلا بس نجربها. اجربها يا اخي بالخط. جرب مشوار، جرب كذا، روح ورجع وبعدين ارجع لما عند المكتب. اتعربون وانا اجرب لك الان. ضروري عربون. ضروري. شالك 1000 ريال عربونها. 5. لا شوف عربوني ابلك حتى 100 ريال يبوك يا اخي 1000 ريال عربونها. حتى لك زلط. انا شالوا احنا وياك مشينا انتم بمشوار الان بالموتور. رحنا رجعنا كتبنا تصدينا. يلا بسم الله توكلنا على الله. لا يسوقوا عادي مش مشكله. يا اخي انا شفت قدوه ارخص موتور. انت صلى على النبي، انت بيت وانا اشتريت توكلت على الله. دحين حنجربها علشان نعيد الموتور. اقول لك يا حاج صلى على النبي لا تخافش. كذا الف كذا احسن. نجرب وعبينا بترول. يا حاج البيت حقنا هناك. ايوه عشان اشتري خلاص. جنب انا صاحبي اللي جاي يشتري. انا شريت لصاحبي ذا اللي في الباص، خليه يجربها. كبه يجربها. انا شريت لصاحبي اللي في الباص، كبه يجربها وان شاء الله رب العالمين يوفق. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا عم؟ حياك الله. ما فيش سلف. عندل. ما فيش سلف. لا بطاريه ولا في حاجه. طيب اسمعنا. جربته له؟ جربت له يا. بكم سديتم؟ سدينا ب 50. كم؟ 50. يا عم تحيدش غالي. انا ب 50 ها. والله ب 50 انا قدرنا حقه. ما تتحصلش اليوم ب 50 موتور يعني قدرنا بسيكل ب 60 ب 50 ب 60 بسيكل. طيب انت ايش تبيها عشان تشتري موتور جديد ولا كيف؟ لا والله ماشي الموتور من جديد ما بيلاقي. انا خرجتها بظروف صعبه شبيه. يعني ايش تبيها عشان ظروفها؟ ظروف صعبه والله. بس غالبا 50 يا عم. والله ما هو غالي. اسمعنا وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. شوف شو اقول لك. انا الصدق ما خارجناش من 50. والله انا خرجتها ب 50 قسما بالله. خرجتها من مره تبكيتي عشان خرجها وانا ظروفي صعبه عشان محتاجه 50,000 ريال. تبيها ب 50. يعني انت تبيها عشان حاجه؟ عشان حاجه. طيب صلى على رسول الله. ما لك حل ثاني ما رايك؟ ما هو؟ احنا نعرف مسابقه، يعني انت بتدخل معاهم يسالوك سؤال، لو فزت بيجيبوا لك جائزه احسن لك ما تبيع موتورك. ما رايك؟ لو صعب. لو هو صعب انا ايش اساعدك. ايوه ولا عليك. فين السؤال ده؟ فين هو؟ طيب ما رايك نروح الباص؟ بس انا خايف يا اخي تكون تضحكون علي ولا شيء ولا تزيدون علي. كيف؟ خايف تضحكون علي انا واجيب هنا اجرب لهم موتور. نضحك عليك؟ قصدك ننصب عليك؟ لا والله يا عم انا ما اجربش الموتور الا في الحركه. اسمعنا هي مسابقه بيسالوك سؤال بسيط، جاوبت بيجيبوا لك جائزه، ومثل ما قلت لك انا بساعدك. تعال ولا عليك. قال لك ان احنا ننصب عليك ولا شيء. الله المستعان يا ابا. تعال تعال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال كالتالي: ما هي عروس القرآن؟ عروس القرآن اللهم صل على النبي. الرحمن. سورة الرحمن إجابة صحيحة. ألف مبروك، فزت ب50,000 ريال. 50,000 ريال؟ والله أنا خارج شبيه موتور ب50,000 ريال محتاجهم. الله المستعان. قسم بالله أنا ربي حول لي ب50,000 ريال. على نيتك. أنا والله خرجتها قسم بالله ومرة ماسكة فيها تبكيتها ماشي. أنا شبيهة تقول لي إنها مصاريف للعيال. الله المستعان. وانا خرجتها من ظروف قسم بالله صعبه. انت الان بتبيعها يعني ايش بتاخذ بقيمته؟ فينا اروح مو انا ايش لكم. انا خرجت امس قسم بالله اطلب الله ما حصلت راكب ولا حصلت 5 ريال. روحت من حق العشاء ولا حق الغداء. ما في الا بيئه اشتري لهم بر ورز وزيت داخل خليني اكل منهم ما يفرقها ربي. يعني طيب يدخل بيسخن الموتور عاد؟ احيانا كان زمان ايام شغل كانت تدخل مصاريف وتلف، لكن اليوم ما في تدخلش ولا ريال.
ما فيش. تلف ما شاء الله الموتورات مليان والناس ما فيش. الله المستعان. لو واحد ما حق موتور يقول لك تنفع انا لعيالي، ما فيش مصاريف. لا حول ولا قوة. انا محمل اسره ومية بنت معاقه جالها علاجات كل شهر ما اسوي. مين فينا يجيب علاج ولا مصروف البيت ولا اشكال غير الله مذلها. الله المستعان. انت الان بتبيعها يعني ايش بتاخذ بقيمته؟ اشتري لهم رز وبر وسكر وزيت، حاجات البيت من زي ما البيت ياكلون منها، ما كمل ما يفرق يا ربي حق والله. طيب انت الان بقيت مصدر رزقك، كيف نعيش ونتصرف؟ طيب فين اروح؟ مش يدينا بقالات كلنا يسالونا، هذاك يسالنا هذاك يسالنا، ما فيش يا اخي فين اروح؟ قررت ابيعها يا اخي هنا يا اخي، خلاص يئست من الدنيا دي، يئست غثيت من الموتور. اروح ادور ما حصلت راكب، ولا اللي حصلت لك 200 ولا 300 ولا 500 تسكب منها بترول ب 250 تروح 250 في ما تنفعك. صح. في تلقى ولا ماء ولا مصاريف ولا اكل، يعني ما فيش معي نص كيلو بر، مش اقول لك كيلو كامل، نص كيلو ما فيش معي بر ولا قليل زيت. الله المستعان. طيب صلى على رسول الله. ما رايك نزيدك سؤال اضافي؟ سؤال اضافي؟ ليش يعني زيدنا سؤال اضافي؟ يعني لما شرحت لك ظروفي زيدنا سؤال؟ لما شرحت لي ظروفك؟ لا بالعكس، شوف احنا مراحل. أيوة. المرحله الاولى سالناك سؤال كان اجازته 50,000، الان نزيد نسالك سؤال ثاني. ما رايك بين ايش تشتغل؟ ادرس التدريب المهني في الحديده، فين اروح؟ الله المستعان. ما في لا رواتب ما في ولا حاجه، خرجنا نضرب الله. السؤال هو الوضع الحالي الان الناس ما يقدروش يدخلوا مصاريف يومهم، ايش المشروع المناسب اللي انت تشوف انه ناجح في ذي الفتره؟ والله الوضع سيء كله، انا اشوف اي وضع يعني اي امل مناسب. انا اشوف البقالات ذي الايام مناسبه، البقالات والدك اكيد اي واحد مع بقاله ولا دكان هو اللي شغال ذي الايام، اما غيرها ما فيش كلها خمد. انت الان اجبت اجابه صحيحه بانه البقالات الصغيره بالنسبه للوضع الحالي هي تعتبر مشروع يعني لا باس به. وجائزتك بتكون ان شاء الله سله غذائيه. الحمد يا رب. الحمد لله. الحمد لله. بس في مشكله بسيطه، انه احنا الان على موعد سفر، اذا رجعنا ان شاء الله اخر الشهر بنجيب لك السله، ما رايك؟ تمام على راحتك. انا خرجت بنيتي انا ابيع الموتور واشتري بها اكل العيال، رز وسمن وزيت واي حاجه وفضي هنا في البيت ياكلوا الحمد لله. صاحب البقاله ما يشوف عنده زباين يشوف نفسه انه ملك، يجي الحق قدام الناس قدام الزباين، اضطر انا اجلس واقف ساعه قدام البقاله والله لما يخرج الزباين. لما شفتهم العيال 2 بنات والولد الصغير هذا مولود. الله المستعان. اعتبرنا ابنك وخرج لي اللي في قلبك. ما حصلت كده واحد يسالنا كده افضفض له ما في قلبي، ما حصلت كده واحد يسالنا كده افضفض له ما في قلبي. هي بنتين صغار والام مولود، يمرضوا اروح ادور حق العلاج. ده اصعب موقف عندي، اكون اتمنى اشق الارض تشق الارض تبلعنا قدام الناس عادي، افرفش وذاك ما فيش، ما ظهرش لاي انسان انا مهموم او زعلان او اي حاجه عشان ما يكونش الانسان. بس ربي داري. الحمد لله ربي داري وربي يشوفك. ربي يشوف انا وداري. وانت عندك ايمان ان ربي يعرف اللي تمر به الان. أيوة. وانه قضاء وقدر وانه مكتوب عليه. صحيح. وتشكر الله وتحمده. خلاص انت الان تنجح في الاختبار. قدر خيرها وشرها ان شاء الله نرجع لك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام سنعود ان شاء الله، نراكم على خير، نراكم. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. مهما اشتد ظلام الليل وكان حالكا لا بد من بزوغ نور الفجر. بسم الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياك الله. الله يسعدك. تعال لو سمحت. كيف حالك؟ كيف انت بخير؟ والله الحمد لله زين. حصلت جائزة، ايش كان باقي لك؟ باقي لي عندكم سله غذائيه. سلة غذائية. سله غذائيه. طبعا انا والشباب قررنا نزيدك جائزة ثانية بس مقابل تحدي. مستعد تحدي. طيب عن اذنك بنركب لك المايك. ايش التحدي؟ التحدي انك يعني بتوصل عند صاحب بقاله يكون في حارتك. ايوه. وتطلب من صاحب البقاله انه يتكفل بايتام لمده شهر. ولا ما وافق يمكن تخسرنا. قصدك انك بتخسر؟ ايوه. انت ما عليك جرب. محل ولا بقاله ولا دكان؟ لا مش ضروري يعني بقاله ولا شيء، المهم انه محل. ايوه اي محل. في الحاره ممكن ما نحصلش، في السوق يمكن اعتقد ان نحصل. يعني اصحاب الحاره ما شافوش؟ ما في شيء، ما شافوش لانه ما في شيء. لا بس السوق القريب ذا اللي جنبك. بنجرب. من كذا ما اقدرش. بنجرب في السوق ان شاء الله. نبدا معاه. لا اول محل يلا نبدا نسوي. نبدا معاه. السلام عليكم. الجماعه معهم مسابقه تحدي، يتحدونا في موضوع. اننا اقنعك في موضوع انك تقول اسره لمده شهر. أيتام. ممكن ايتام. ممكن؟ ها؟ كيف؟ ما انت شحير. ما انت شحير؟ ايوه الصدق صدق، يقول لك ما شحير. يعني انت ايش تخسر؟ انا قنعتها ما رضيت. ايوه باقي لك ذا. السلام عليكم. كيف حالك؟ مسابقة تحدي جماعة معهم مسابقة تحدي. وانت تحدونا ان انا اقنعك في الموضوع على انك تعول اسرة ايتام لمدة شهر. هل تقدر؟ ممكن؟
ايوه مستحق. مستحقين. موافق؟ موافق. 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 يعني فزت بالتحدي. بس هذه جاهزتي. ايه. طبعا يا شباب هم معاهم موتور من اول صح؟ تصدق ولا اي واحد مسكين. يقول لكم انه الموتور الاول بيتصدق به لاي واحد مسكين. البقاله حقك كم لك من يوم ما فتحتها؟ يعني البقاله دي جديده صح؟ جديد البقالة جديدة. البقاله حق الاخ جساس صح؟ ايوه. طيب في معنا لك مفاجاه. طبعا البقاله مش حق جساس. ايوه. البقاله حق من؟ شوف هنا. لا حكيت البقالة. حكيت. والله العظيم حقك. انت تستحق اكثر والله. طبعا احنا كنا نجهزها لك، انا ما قدش وصلت المكان هذا عشان انت لا تشك، والمكان هو قريب من بيتك صح؟ وانت تستاهل البقاله وتستاهل اكثر والله. للسعادة قوانين كثيرة أهمها البساطة والرضا. من أمام فرحة البسطاء كانت هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامج خاطرك مجبور للموسم الثالث. نراكم على خير، دمتم في رعاية الله.